السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الحرية لأحرار تونس، صباح الحرية لكل من عشق تونس وأحب هذا الوطن ويشعر بالانتماء لهذا الوطن، لأن ليس له وطن غير هذا الوطن. وسبب بوجاه هبط شريط في آخر الليل اسكي باغي، لقيته أنا على كاسباح. الشريط هذايا لخص فيه وضعنا الحالي بكل إيجاز، ثم طلب من كل تونسي أنه من موقعه يدافع عن وطنه، يدافع عن وطنه حتى نطرد الغنوشي وعصابته من الحكم. يتوانسى الغنوشي ما هواش ناوي يسيب الحكم كما نحن نتصور. هو قبل الانتخابات قال بعد عام قولوا لنا ديجاج. يتوانسى الكلكم تعرفوا أن الانتخابات صارت لمدة عام فقط، هما توا في العامين واش وطالبين الزيادة وقاعدين يتمترسوا في الإدارات ومؤسسات الدولة. يتوانسى نحب نذكركم بالتاريخ، نحن ناس ظلمنا في عهد بن علي، كان مجرد أن المرأة تلبس خمار يحطوها في عداد الخوينجية ويتم معناها ملاحقتها وظلمها وطردها حتى من العمل متاعها، كما يتدخلوهاش بعض الناس الإنسانيين الموجودين في الحكم. يا نعم ونجيو الكلام هذايا. أي شاب زاد كذلك يصلي يحطوه يعني خوانجي تيكي خوانجي وتم مطاردته وملاحقته وظلمه. هذايا من بركات الغنوشي، لأن الغنوشي يعني حب ينقلب على بن علي وطالب السلطة بالعنف والقوة. الغنوشي توا في الحكم بموجب انتخابات، ما تصوروش باش يسيب في الحكم كما هو وعدنا بعد عام تكون ديجاج. هنا توا عندنا أكثر من عام الناس تنادي ديجاج ديجاج، ما حبش ديجاجي لأنه محضر سيناريو دموي لهذا الشعب اللي يكره الغنوشي. الناس اللي ظلمت في عهد بن علي هي نفسها زادة قاعدة تظلم في عهد الغنوشي. في عهد الغنوشي اللي ما يدخلش بيت طاعة الغنوشي يتم إذلاله، يتم ظلمه، ويخرجوا لكم في التلفزة ويقولوا لكم نحن ناس ما نحبوش نحن نكره التشفي. بالعكس، هما خلقوا التشفي، هما عنوان التشفي. يتوانسى وإني أقسم بالله العلي العظيم أن أفسد تجمعي إنساني أكثر إنسانية وأكثر رجولية من الغنوشي وأتباعه. أقسم بالله العلي العظيم. في عهد بن علي قينا تجمعيين حماونا، وفي عهد النهضة النهضويين يحفرونا ويكسروا فينا ويحطموا فينا كشعب. يتوانسى الغنوشي يعتبر الحكم غنيمة هو وعصابته، والغنيمة هذه يوزعوها على الأحباب والأصحاب والأقارب والمنبطحين والمعلنين الولاء التام للغنوشي ربهم الأعلى. نحن ربنا هو ربي وديننا هو دين الإسلام، دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا نتخذ الإسلام ثيابا نغطي به فسادنا، نسحر به الناس في المساجد وفي الملتقيات ونخطب به بين الناس، نزوروا به الانتخابات. آخر عملية تزوير يتوانسى صارت في الهيئة العليا للانتخابات في الفرز. ما نحكيش عن الانتخابات اللي فاتت قالوا فيها مزورة وما يهمناش، عطينا في الجديد. جليلة بكار قالت جاتنا معلومات عن بعض المترشحين للجنة العليا للانتخابات، المعلومات اللي جات من الحكومة النهضويين ياخذوا بها. الحكومة متاع شكون يا شعب؟ مش بتاع النهضة؟ والمعلومات اللي تجي حول المترشح من جمعيات مدنية يقول لك لا، ويصوتوا بالأغلبية باش السيد هذاك يا ما ياخذوه ولا ما ياخذوش. المهم كل ما يجي من طرفهم هما يصوتوا عليه بالأغلبية. عندهم الحق يصوتوا بالأغلبية لأن نحن الشعب عطينا رواحنا. الله غالب، تعرضنا لمؤامرة
مؤامرة كبيرة بياسر تعرض لها الشعب التونسي، وانا واحدة منكم تعرضت لها. كنت نتصور، انا مكنتش نتصور اللي الواحد يكذب بالدين وما يخافش ربي، اللي الواحد في داخله وحش ويعمل روحه هو يعني حمل وديع قدام الناس، وبعد ما يتمكن وقتها يورينا ذراعاته ووقتها يعفس فينا. يا توانسة، أنا عملت شريط في العصيان المدني في الإدارة. أنا طالبة من كل الموظفين اللي عنده 200 جرام بربي خوفي يقعد على جنب، يخلي الشجعان يقوموا بها العملية دي. نطلب من كل الموظفين، من سائق السيارة، شوفير، للشاوش، للمدير العام، بعصيان أوامر المسؤولين اللي عينتهم النهضة، اللي عينهم الغنوشي. ينعم هكا تصير العملية. شوفير يقولوا له زير الو، ولا اي مسؤول من معناها نتاع الغنوشي يقول له هو مش جايك وسوق الكهرباء وحدك. قهويجي يقول له جيب لي قهوه، يقول له ما نجيبلكش. مدير عام يقول له هات ملف، ولا شيف سيرفيس، ولا ديريكتور سو ديريكتور يقول له لا ما نتعاملش معاك وديجاج. في الادارات التونسيه فما ناس تستنى كان يعني في شكون يبدا. ينعم كلها تغلل، كلها تحمس، كلها تغزل، كلها تهانت. والمتملقين والفساد والخماج اللي هما زاده كانوا في التجمع الكلهم عند النهضه توا، وتحصلوا على مناصب عند النهضه باش يرقعوا الشعب هذايا كيما رقعوه في عهد بن علي. قانون تحسين الثوره يا توانسه ما تعملش من اجل تحسين الشعب، حمايه الشعب، لا. النهضه تحب تمروا لتحسين نفسها، لانها تخاف من خصومها السياسيين، تخاف من الكفاءات. ما عندهاش كفاءات، ايش عندها؟ وين خدموا؟ وش عملوا؟ دخلوا الإدارة فسدوها، هلكوها، بركوها ويلوجوا كان على الامتيازات لأنهم ناس جواعة. الرحبي كي قال جواعة في مجلس التأسيسي قعدوا تضحكوا، لا يا سيدي جواعة. وفي الإدارة أثبتوا الشيء هذا، وفي مؤسسات الدولة الكل أثبتوا الشيء هذا. ناس ما يخافوش ربي، عاملين الدين يعني غطاء وهم وحوش في الداخل بتاعهم. النهضويين اللي يخافوا ربي ما تخافوش، ما همش موجودين يعني في مناصب القيادة، ولا إذا كان دخل منصب القيادة راهو بعد أزحوه لأنه ظهر يعني وطني. هو ما يحبوش ناس وطنيين. الوطن ذايا يحبوا يفتوه ويفكوه وقدموه هدية للأمريكان والصهاينة. ينعم في مصر قاعد صاير نفس الشيء، نفس الهم يعانوا فيه المسارة. نحن على كل انطلقت منا نحن الثورة، ونحن سنكون معناها النموذج لطرد من يتاجرون بالدين. وفي ثنية مصر إن شاء الله. توانسة نيقفوا وقفة الرجل الواحد. اليوم صباح نحل لاكاي متاعي في الفيسبوك نلقى نشرية صادرة عن لجنة من لجان حماية الثورة أنهم يستعدون للنفير. يستعدون لمن؟ أنا سبقت ودفعت عن لجان حماية الثورة، لأني اللي عرفتهم لجان حماية الثورة ما نعرفهمش عنفويين وما نعرفهمش معناها عصابات، بالعكس اللي عرفتهم منهم هما ناس نظاف وناس وطنيين. لكن يظهر أن الغنوشي عنده في وسط الناس هذوما عصابات، الميليشيات نتاعو. عاد إذا كان الميليشيات نتاعو في لجان حماية الثورة هذوما المندسين باش يصديوا للشعب، نقولوا له الشعب التونسي قرر يتحرر يا غنوشي، ومشنا خايفين من ميليشياتك، وإذا كان باش ترفع علينا سلاح أنت تعرف مصيرك فين. لأن في النهاية الشعب اللي قرر باش يتحرر التوانسة الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ، ونحن في لحظة تاريخية، وعليه كلنا يد واحدة باش نطردوا الغنوشي والعصابة متاعو. وما تخافوش من فراغ سياسي، مش باش يكون هنالك فراغ سياسي. تونس عندها رجالها اللي باش تقفلها واللي باش تحميها وترجع كرامة الشعب هذايا. الشعب هذايا ما ينجمش واحد كيما الغنوشي يذلو وخليه يرفع السلاح علينا. على كل لن نرحمه هذه المرة، هو والعصابة متاعو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.